ربنا مش موجود. ازاي يا عم كنت تقول الكلام ده؟ ازاي يا عم بتقول الكلام ده؟ ربنا مش موجود. يا عم انت هتكفر ولا ايه؟ زي ما بقول لك كده، ربنا مش موجود. طب بس اهدى عليا بس وانا اقول لك ازاي ربنا مش موجود. الاول ناخد كلمة يعني ايه موجود. كلمة موجود في اصل اللغة اسمه اسم مفعول. اسم مفعول يعني اللي بيقع عليه الفعل بواسطة فاعل. طيب ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق لكل الأشياء، خالق كل شيء. وكلمة موجود يعني تم إيجاده من العدم. وهل ربنا سبحانه وتعالى كان عدم؟ ده ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. فهل يجوز إن شيء من المخلوقات بتاعت ربنا إن هو يخلقه ربنا سبحانه وتعالى أو يوجده من عدم؟ حاشا لله. تمام؟ وعشان كده بنقول إن ربنا مش موجود، ولكن ربنا واجد. ربنا إيه؟ واجد. كلمة واجد اللي هو خالق كل شيء من العدم. خالق كل شيء من إيه؟ من العدم. وعشان كده بنقول ربنا مش موجود. وعشان كده كمان لو قلبت في جميع أسماء الله الحسنى مش هتلاقي اسم الموجود نهائي، ولكن هتلاقي اسم الواجد. الواجد، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الواجد لكل شيء من عدم، يعني الخالق لكل شيء من عدم. وعشان كده بنقول إن ربنا مش موجود، ولكن ربنا واجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.